يمكن الآن احنا مع المشاهدين مع عمر بن نشاهد عمر بن عبد العزيز. هذا المسلسل علمنا أنك تمنيته فيلما. لا شك أن الفيلم أستاذ نور بطبيعته الفيلم دائما يوثق لتاريخ الشخصية، لتاريخ البلد أيضا. يعني الجميع يتفق بأن عمر المختار هذه الشخصية، وهذا الفيلم وثق لليبيا. والإجماع طبعا على أهمية مثل هذه الأفلام، كلنا نتفق مع هذه المقولة بأن الفيلم قد يوثق للشخصية أكثر من المسلسل التلفزيوني بكل أحداثه. ما السبب في عدم عرض هذا المسلسل أو هذه الشخصية فيلما أو سينمائيا؟ أنا كان حلم حياتي أعمله فيلم الحقيقة، وللأسف ما لقيتش تمويل للأسف الشديد. يعني راسلت كثير من الجهات عشان تساعدني، لأن صعب منتج قطاع خاص ينتجه بالشكل الفني اللائق يعني. فما لقيتش حد يساعدني في إنتاجه. فأنا اللي طلبت من التلفزيون المصري أنهم يعملوه، ومارست ضغوط كتير لحد ما اتعمل. أنا كنت عملت إذاعة قبل كده عن نصر الشاعر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. نعم. وكان الإعداد لعبد السلام أمين، وأتمنى يكون شايفنا في باريس. لو أنت شايفنا عبد السلام بدعي لك من قلبي أنا وكل محبيك من العالم العربي إنك ترجع لنا بالسلامة إن شاء الله، وتقوم من مرضك زي الأسد، وتكتب لنا المسلسل الجديد إن شاء الله. فأنا يعني حاولت مع التلفزيون لحد ما عملنا عمر بن عبد العزيز. لأني أنا مع إدراكي طبعا إن الفيلم أكثر أكثر توثيق للشخصية، أكثر توثيق وأطول عمر. نعم. لأن أنا بشبه المسلسل بالجريدة اليومية، الفيلم بالكتاب. صعب تحتفظي بجريدة في مكتبتك إلا إذا كان بتحتفظي بعدد في صورتك مثلا بتعتزي بيها، لكن مستحيل تحتفظي بالجريدة اليومية كل يوم. لكن الكتاب ممكن تحتفظي بيه وتجلديه كمان وتحافظي عليه. والتاريخ أثبت أن الفيلم بيظل وثيقة قائمة وحية، وكمان عند الجمهور في كل الجنسيات مادة محببة للمشاهدة في التلفزيون كمان. المسلسل طبعا بيدي فرصة للكاتب أنه يتعرض لجوانب عديدة ولشخصيات ثانوية بشكل أكبر مما يمكن أن احنا نتعرض له في فيلم. لأن السينما فن الاختصار، والمسلسلات فن التطويل. بلاش أقول تطويل، يعني الفن اللي يتيح زمن أطول للكاتب انه يتعرض لكل جوانب الشخصيه. طبيعه التلفزيون السرديه بالزبط. ايضا. نعم. فانا للاسف الشديد ما قدرتش اعمله فيلم، لكن الحمد لله اعتقد ان عمر بن عبد العزيز فات 8 سنين دلوقتي. يعني ما فيش سنه الا ما بيتعرض في جميع التلفزيونات العربيه تقريبا. فده يعني بالنسبه لي حقق لي سعاده كبيره جدا، لاني بعتبر ان ده اهم حاجه عملتها في حياتي فعلا. هذه الشخصيه اكيد مشاهديني يتفقون معي بان الدخول في جو هذه الشخصيه وهذه الفتره بالذات يمكن يضعنا امام مغامره الفنان بالنسبه لهذه الشخصيه. يعني هل كنت مثلا متردد في انتقاء هذه الشخصيه؟ هل مثلا توقعت هجوم من جهه معينه، خاصه هذه الشخصيات الدينيه في الطرح أو في التناول؟ لا الحقيقة ما خطرش على بالي خالص. نعم. وأنا ما توترتش، لأن أنا اللي سعيت إن أنا أعمل الشخصية. نعم. حبا فيها. وكمان الوقت اللي أنا عملت فيه المسلسل عملته بحماس شديد، لأن كان الإسلام بيتعرض لحملة شرسة من الإعلام الغربي، ويربط الإسلام للأسف الشديد بكلمة إرهاب. وإحنا تم استدراج بعضنا، وبقت في جرايدنا وفي أحاديثنا وكأن الإرهاب مرادف للإسلام، ولم يروا من الإسلام غير أن بعض المنحرفين أو بعض المتطرفين أو نسميهم أي تسمية قاموا بعمل عنيف في أحد المجتمعات. لكن عمر بن عبد العزيز أنا شفت بقى ده الوثيقة الدفاع الحقيقية عن جوهر الإسلام، وهو العدل الاجتماعي. نعم. فعملته بحماس شديد وإيمان شديد، وما لقيتش صعوبة على فكرة. من كتر ما بحب الدور ما لقيتش صعوبة في أدائه. جميل.